السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن البيز كونكشن. هنخش على السيشن بتاعنا. كانت هي موجودة في سيشن 7 تقريبا هنا. تمام. هنخش بس على البيز. طيب البيز كونكشن، اول حاجه لو حبينا نشوف البيز كونكشن بتتكلم عن ايه الاول قبل ما نصممها، وبعد كده نبدا نفتح الساب معانا. لو نفتح الساب كده برضو ما فيش مشاكل خالص. هو الساب بتاع ال 2D، مش هناخد ال 3D دلوقتي. ادي الساب ال 2D. تمام. عقبال ما يفتح تعالى نتكلم شويه عن البيز كونكشن او الكولوم بيز. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة دي شكل الوصلة عندنا. اول حاجة عندنا قاعدة عادية، وعندنا قاعدة خرسانية. تمام. بتصمم عادي خالص القاعدة خرسانية، بما ان احنا اساسا مصممين على هنجي، فالقاعدة دي مش المومنت عندها بصفر، فممكن نصممها باي شيت اكسل عادي، او ممكن نبقى نعمل برضو حلقة ازاي تصمم ايزوليتد فوتنج، بس هي بسيطة جدا مش محتاجة يعني. تمام. ومعانا اللي هي ممكن نعمل هنا ميدة او حاجة او رقبة عمود الناحية دي، بحيث ان يخش الانكورز فيها. تمام. وبعد كده الكولوم الستيل عندي. طبعا ده الهنجد بيس، ده شكله هنجد عادي، وده الفيكسد. الركيزة لما تكون فيكسد، الفرق بين الهنجد والفيكسد ان الفيكسد بيبقى عليها مومنت. تمام. وبتصمم مومنت ونورمال وشير، اما هنا بتصمم طبعا المومنت بيكون بزيرو. ده شكل الانكورز بتاعنا، وده شكل طبعا الكولوم هيد، او ممكن تبقى رقبة عمود، او ممكن تبقى الايزوليتد فوتنج، وهنا البيز بليت، وهنا الكولوم. تمام. وده القطاع بتاعنا الدي دوت هو اللي بيساوي الاتش. تمام. ومعانا هنا الان اللي هو النورمال والشير. تمام. طب افرض انا عندي تنشن، في ديزاين للتنشن تاني، وهنشوف هنعمل ايه في الحالتين. طيب وهنا يا باشمهندس هنا الانكورز بليت، ادي الانكور اهيت. طيب وده سايد فيو، يعني لو بصينا من الناحيه دي هنشوف الاي بيم، ادي اهوت الاي بيم، وادي الويب اهي يا باشمهندس، ادي الويب اهي هي دي، والانكورز الناحيه دي اللي انا هشوفها. وده هو ده. نخلي بالنا من يا باشمهندس من الحوار دوت اللي هو دوت. لو نزلنا ده كده اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. لو دخلنا كده يا باشمهندس، خلي بالنا بس من النقطة، أهم حاجة شايف أنت الحتة دي اللي هي ده اسمه فلاشر، أو مثلا زي حتة بليتة صغيرة كده بيتحط عليها بس المسمار، بيكون لها طول، بيكون لها كام، وبيكون لها عرض. دي بتتحط لما يكون في تنشن، لما يكون يا باشمهندس عندك تنشن مش نورمال. طيب اي قطاع بيبقى احنا هنا لو حبينا نصمم ونشوف الهنج دي على هنلاقي عليها نورمال وتنشن، فهنضطر برضو نحطها. تمام. طيب هنتكلم عنها بالتفصيل قدام ان شاء الله. طيب احنا بس لو حبينا يا باشمهندس نتكلم ان شاء الله دلوقتي على لو نزلنا تحت اهوت يا باشمهندس، دوت الدي اللي هو الاتش، ودوت النورمال يعني، ودوت النورمال، ودوت الشير بتاعنا. تمام. ودوت القطاع كله اللي هو الاتش. تمام. ودوت برضو نفس الكلام، بس ده البي بقى مش الاتش، اللي هو العرض يا باشمهندس. خلاص اللي هو ده اللي هو العرض، انك لما بتبص كده هتشوف هتشوف العرض. طيب تمام كده يا باشمهندس. تعالى نتكلم قبل ما ننزل تحت، نشوف بقى الكونكشن دي عباره عن والله يا باشمهندس الكونكشن دي في هنا سايز، ماشي، لحام بالسايز بتاعه. خلاص. وهنا برضو في سايز، السايز ده هيربط الاي بيم بالبليته. تمام. يبقى اول حاجه عندنا ويلد لحام. تمام. تاني حاجه عندنا تاني حاجه عندنا انكورز، اللي هي دي اللي هتربط البليته دي. تمام. بالقاعده الخرسانيه دي. يبقى عندنا ديزاين الانكور. تمام. تالت حاجه عندنا يا باشمهندس، عندنا البليته. خلاص. ولازم نشيك برضو على الاسترس بتاع اللي تحت البيس بليت دوت. يبقى عندنا البليت. تمام. والاسترس بتاع البليت، عندنا 4 تشيكات لازم نعملهم، وكل تشيك بتفرع منه حبه حاجات بسيطه. نبدا بقى نشوف الكلام ده لو نزلنا تحت.
انزل تحت يا باشمهندس اهو، ادي اللحام اهو، ده السايز اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هيربط بين الاي بيم والايه والبليت. اول حاجه بقى بيقول لك ان لو انت لو عليها نورمال يبقى 40 القطر، طب لو عليها نورمال وتنشن يبقى 60 القطر. قدام تحت هتشوف هتلاقي 60 الايه القطر. طيب بيقول لك ان الرفرفه من 20 ل 30 ملم، ماشي، من هنا من 20 ل 30 ايه ملم. اول حاجه بيقول لك بقى يا باشمهندس هنا الايه بقى اهوت التشيك بتاع الايه الويلد اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب التشيك الويلد ده يا باشمهندس، اول حاجه تشيك الويلد معانا حاجتين في الويلد، معانا نورمال ومعانا شير. اللي بيقاوم اللحام كله هو الايه، هو النورمال دوت خلاص، واللي بيقاوم الشير هو اللحام الايه الرأسي. وهتلاقي الكلام ده مكتوب هنا لو قرأته، ماشي. بيقول لك ايه يتم، هو راح فين، هنلاقيها هنا اهي، انزل تحت. بيقول لك حيث ان النورمال اللي هو النورمال فورس، يعني المؤثر على البيز بليت هي الكومبريشن، تمام. فان لا مش دي برضو، سوري، هنا اهي. بيقول لك النورمال فورس يقاومها اللحام كله، يبقى اللي بيقاوم اللحام كله هو النورمال فورس، تمام. بينما الشير فورس يقاومها اللحام الايه الراس، الشير فورس دوت يقاومها الايه، الشير فورس ده يقاومها اللحام الايه الراس، ماشي. يبقى احنا كده تقدر بقى يا باشمهندس تطلع الايه الاريا بتاعه الايه اللحام ده. لو جبنا الاريا هوريزونتال اهو، هناخد السايز ده في الطول ده. هو بيقول لك الطول هنا 0.8 اتش، باعتبار هنا 1/10 الاتش، واعتبار هنا 1/10 الاتش اللي هي بتاعه الايه بتاعه اللحام، خلاص. اما انت لو راسم الوصله دي على الاوتوكاد باللحام بتاعها، فانت مش محتاج ايه، هتاخد من وش اللحام لوش اللحام على طول، مش محتاج تقول 8/10 الاتش او الكلام ده زي ما احنا عملنا في الوصله بتاعه الايه بتاعه الرافتر، تمام. طيب يا باشمهندس، تعرف تجيب بقى الاريا هوريزونتال اهو، ادي الاريا ايه الاريا هوريزونتال اللي هي دي اللي هو 0.8 في الايه في الاتش، 0.8 الاتش في السايز، ضربها في 2 لان انا عندي 2، وهنا برضو الاريا فيرتيكال، وجبنا الاريا ايه توتال لان هنحتاجها قدام. طبعا ايه لو نزلنا تحت قال لك بقى النورمال ستريس عباره عن ايه، قال لك النورمال عباره عن نورمال على الاريا. احنا عندنا اصلا معادله الاستريس عباره عن نورمال على الاريا يا باشمهندس، ادي النورمال على الاريا. طيب هو النورمال ده بيقاوم ايه، مش اللي بيقاوم النورمال، مش بيقاوم اللحام كله، هو النورمال، تمام. يبقى قلت ايه اللحام كله، يبقى هنا قول إيه اريا ايه الاريا توتال، الاريا بتاعت الايه اللحام، الاريا ويلد توتال، تمام، اللي هو بتاع اللحام كله. بس هنا بضربها ب 0.6 لان اللحام مش بيتنقل ايه، مش بيتنقل كله للبيز بليت، في 40% منه بيروح للايه للبيرنج، و60% هو بس اللي بيتنقل عن طريق الايه اللحام. طب لو نزلت على الشير ستريس كده يا باشمهندس هتلاقي هنا اهو بقى ده الشير ستريس. يبقى احنا عندنا الويلدد او اللحام بينقسم الى قسمين، قسم نورمال، اول حاجه لازم اعمل شيك النورمال، ثاني حاجه اعمل شيك الاستريس، وعباره عن الكيو على الايه اللي بيقاوم الاستريس اللحام الايه الهوريزونتال. طيب انزل تحت شويه، انزل تحت شويه، وهنا بقى ايه، يبقى انا عملت تشيك النورمال وتشيك ستريس، اعمل اللي تشيك بقى في الانتر اكشن ايكويشن اللي تشيك الاثنين مع بعض، ماشي. يبقى انا كده لو كله سيف معايا يبقى انا كده في الايه في السليم يا باشمهندس، خلاص. يبقى انا كده ايه اللي تشيك بتاع اللحام سيف. نخش بقى على التشيك بتاع البيرنج بتاع الاستريس، تمام بتاع الايه الخرسانه. طبعا الخرسانه لها رد فعل، انا عايز اشوف رد فعل الخرسانه على البيس بليت هيبقى سيف ولا ان سيف. قال لك والله عندك الايه، عندك الاف بتاعت البيز النورمال على البي في ال، تمام، النورمال على البي في الايه في ال يا باشمهندس. طيب لو نزلنا تحت قارنها بايه، قال لك والله انت لو تستخدم خرسانه 75 كيلو جرام على سنتيمتر المربع، لو تستخدم خرسانه 250 كيلو جرام على سنتيمتر المربع، يبقى تستخدم 75 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، ده الالاوبل بتاعك، هو ده عاده اللي بنستخدمه 250 كيلو جرام، يبقى ماشي تمام. بس انا لما طبعا اما اجي استخدمها مش هخلي ايه انا الالاوبل بتاعي في خرسانه 250 75، مش هخليها انا 75، هشيل الرينج ده مثلا وممكن اخليه ايه انا 60، بحيث ان انا اكون مسيف ايه بزياده، تمام. ننزل تحت شويه كده يا باشمهندس اهوت، ده تشيك الاستريس. تاني حاجه بقى الايه الانكور ديزاين، اللي هو ازاي نصمم الانكور ديزاين اللي هي المسامير. طبعا المسامير دي عشان نصممها لازم يبقى عندنا الار ايه الار شير اللي هو الايه الاريا اس في الكيو بي، قلنا 0.25 اف التيميت للايه للبولت في الاريا اس باي دي تربيع على 4 وايه 1 لان عدد مستويات الانهيار كام، مستوى انهيار 1.
والكلام ده هو شرحه تحت اهو اللي احنا قلناه. وبعد كده هتجيب لي بقى انت يا باشمهندس ايه، بعد كده هتجيب لي الان عباره عن الكيو طبعا الشير على الايه الار شير في بوينت كام 85، وقال لك نضرب في الايه في بوينت 85 وذلك زياده الامان فاكتور اوف ايه سيفتي. ننزل تحت شويه يا باشمهندس ونطلع عدد المسامير ونطلع كله تمام. نعمل تشيك بقى، احنا كده عملنا 3. نعمل تشيك على البيس بليت، اول حاجه تشيك على اللحام، تاني حاجه ديزاين الانكور وايه، وبعد كده ديزاين الايه تشيك الاستريس. ماشي كده 3. فاضل اللي هو بقى الايه الديزاين بتاع الايه البيس بليت. والله البيس بليت عمله كانه بلاطه، وخد البلاطه دي وخد شريحه فيها وبدا يحلها وطلع المومنت على الشريحه دي، وقال لك المومنت بيساوي بوينت نص في ال ناقص بوينت 95 الاتش او النورمال، والان بيساوي الايه الان اللي هي دي المسافه. تمام تمام. والام دي برضو مسافه، يبدا ياخد المسافه الكبيره عباره عن الايه نص في البي ناقص بوينت 80 في الايه في البي، ويبدا يطلع المومنت ماكس، ياخد الام اللي هي ايه دبليو في السي تربيع على الاثنين، او اللي هي يعني ايه كما لو كانت يا باشمهندس اللهم صل وبارك سيدنا محمد، كما لو كانت كانتليفر عادي المومنت فيها دبليو ال سكوير على الايه الاثنين. ادي الدبليو اللي هو الاف بي في ال سكوير، تمام، اللي هو الام اللي هو بيرمز لها بقى هنا بالام اهيت، بيرمز لها بالام وبيرمز لها بالان، هو ناخد فيهم الايه الاكبر، والاكبر في الاثنين هو هيكون الاكبر في الان او في الاكبر في الايه في الام. طيب ننزل تحت كده، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنبدا بقى نجيب التي اللي هو التخانه بيساوي 6 المومنت على بوينت 72 في الايه في الاف يلد، وما تنساش ان الام في الواي على الار ما يزيدش عن بوينت 72 الايه الاف يلد. طلعنا التخانه ده كده لو كان نورمال ضغط. لو كان نورمال تنشن هو مش هيختلف كتير، تمام، بس في ده كده الويلد هو والتنشن، بس بدل لما اجي اعمل ديزاين للبولت مش هيبقى بقى ار شير، هيبقى ار تنشن اللي هي بوينت كام بوينت 33 في بوينت 7 في باي دي تربيع على 4 في بوينت كام في باي دي تربيع على 4، تمام، بوينت 33 تمام. في كانت الار تنشن دي نتذكرها كده بوينت 33 في باي دي تربيع على 4 في بوينت كام في بوينت 7 في الاف التيميت للايه للبليت على ما اتذكر يعني. تمام تمام. تعالوا نشوف هي مكتوبه هنا اهي بوينت 33 ماشي في بوينت 25 في الاف التيميت للبليت اللي هي بيساوي بوينت 78. وبعد كده تعمل تشيك بقى، مش هيبقى تشيك شير بس، هيبقى تشيك الشير والايه والنورمال كيو على الان على الار شير والتي على الان على الار تنشن مضروبه في 85 فاكتور وايه كل ايه تربيع. خلاص يا باشمهندس. ديزاين اوف بليت بيز ديزاين اوف بيز بليت بقى اللي هو البيز بليت، بدل ما كان عليه نورمال يبقى عليه تنشن، المومنت هيقلب معاك، المومنت قلب معاك هتجيب المومنت ماكسيمم وتبدا ايه تطلع التي بتاعه البليت. الكلام ده جميل وكل حاجه، وده كده ايه مساله برضو ايه نبدا لو حبينا ايه تقدروا تحلوها يعني وتمرنوا ايديكم مانوال. طيب احنا نخش على الايه على الساب كده. والله يا باشمهندس لما تيجي تخش على الساب انت محتاج ايه محتاج نورمال وشيرو مومنت. طب احنا دلوقتي لما صممنا الاعمده هو المفروض اللي انا عايز اصمم العمود ده هبدا اخد العمود ده كده ونطلع الانترنال فورس بتاعته، وبعد كده اصدرها، اقول فايل اكسبورت ايه اعملها شيت اكسل، واخد الماكسيمم نورمال والماكسيمم شير والماكسيمم ايه الماكسيمم نورمال والماكسيمم شير والماكسيمم مومنت، وبعد لما اخدهم ابدا اخش بيهم بالشيت اكسل واصمم الكولومز، واحنا عرفنا الكولومز بتتصمم ازاي واتكلمنا عنها. طيب وهنا برضو نفس الكلام وهنا نفس الكلام، بس انا عشان الموضوع كان ينجز معايا وفي نفس الوقت ينجز معايا في لما اجي ارسم قدام ان شاء الله على برنامج التكلا ما افضلش ارسم لدوت مثلا اصمم دوت وارسم عمود لدوت واصمم دوت وارسم عمود لدوت، وبعد كده اختار قطاعاتهم ويبقى عندي قطاع 2 3 واطلع الايه واطلع البي والاتش والتي دبليو والتي فلانجل كل قطاع تي دبليو والكلام ده كله، فالكلام ده كله كان هياخد معايا وقت جامد، فانا اختصرت ورحت جاي واخد ده كله مطلع ايه الماكسيمم انترنال فورس بتاعته، مطلع الماكسيمم نورمال والماكسيمم تنشن والماكسيمم مومنت. بس انت لازم تكون فاهم وعارف ان كل عمود لازم يتصمم لوحده زي في الخرسانه بالظبط، مش انت في الخرسانه كنت بتصمم كل عمود لوحده او كل نموذج من الاعمده لوحده، عين واحد عين اثنين عين ثلاثه.
هنا نفس الكلام، انا انجزت بس يا باشمهندس علشان مش هينفع ان انا اصمم الثلاثه، يبقى ياخد وقت كبير جدا وياخد وقت في الفيديوهات، فيبقى الموضوع ايه مكلف. بس انت لازم تبقى فاهم انك ايه هتاخد كل واحد يتصمم عليه. وهنا برضو هتاخد دي ودي وطلع الماكسيموم انترنال فورس بوزيتيف ونيجاتيف، وبعد كده الايه تشوف هتاخد هونش قد ايه، والكلام ده كله اتكلمنا عنه. تمام. طيب انا دلوقتي محتاج اصمم البيز بليت. محتاج ايه في البيز بليت؟ والله يا باشمهندس انا محتاج كده المومنت بزيرو، فمحتاج نورمال وشير. طيب محتاج نورمال وشير. النورمال لو قلت فريم، طبعا انا لو مش معرف حاله الديد لود واللايف لود الموضوع هيختلف تماما. انا هنا الديد لود واللايف لود ضربه في 1.2، انا لو مش معرف الحاله دي الموضوع هيختلف تماما، لان انا ايه معرفها وعارف انها هتطلع اكبر حاله، فانا ده هتسهل عليا الموضوع. ثانيا مش لازم تعملها خالص، ده لو هتصمم التيميت، والستيل بما انه مكلف شويه فمش بنصممه التيميت، بس انا صممت التيميت باعتبار ان ايه يسهل الموضوع معايا شويه، وببقى انا عارف اقصى حاله تحميل هتطلع ايه. بس انت لو مش مصمم دي هتضطر بقى تستخدم ايه تبدا تشوف الماكسيمم ايه اقصى حاله تحميل في اللي احنا عملناهم ده كله. فاحنا نختار الماكس، وهي عاده هتطلع الايه هتطلع الديد لود زائد لايف لود في 1.2. طيب وده الاكسيال فورس يا باشمهندس اهوت، ونقول شو فاليو، ونقول ايه خلينا دلوقتي في ابلاي. اوكي طبعا ده اكسيال فورس بيمثل النورمال. طب انا لو جيت هنا وشفت النورمال هلاقي ان النورمال هنا يا باشمهندس قد ايه؟ حوالي سالب 12 ماشي، وهنا كام؟ 3.5. تعال نشوف هنا سالب 4 وتنشن بوينت 6، وهنا برضو نفس الكلام. فهنلاقي ايه؟ تعال نشوف هنا كومبريشن سالب 6 وتنشن 3.29، فده طالع معايا اقصى ستريننج اكشن. او ممكن اخش في الجوينتس واشوف الايه الماكسيمم واقول له ابلاي اوكي، وابدا اشوف والله انا عندي نورمال بيمثل 12 وشيل بيمثل ايه 2.81، ودول اقصى حالات تحميل. تمام. بس انا دلوقتي برضو انا عندي تنشن لازم انا اخلي بالي. فانا لو قلت ستريس فريم كده وخدت الاكسل فورس قلت ابلاي اوكي، لاحظ ان انا عندي سالب 12 تنشن. تمام. قصدي كومبريشن و3.51 تنشن. هو ده الماكسيمم. لما ظهرت الجوينت طلع لي سالب 12، طلع لي الماكسيمم. فانت لو عايز تتاكد تطلع الماكسيمم تنشن نورمال والماكسيمم تنشن كومبريشن لازم. دلوقتي يا باشمهندس هنخش على شيت اكسل. دلوقتي احنا عرفنا خلاص ان الفورس اللي عندي 12 طن اهي. لو عملنا جوينت ابلاي طلع هنا كام؟ 12 طن، والشير 2.81، ده لو كومبريشن. اما لو تنشن فلو هنعمل فريم اكسيال فورس ابلاي اوكي هيطلع كام يا باشمهندس؟ هيطلع 3.5. يبقى احنا هنكتب كده بقى ملحوظه، او نكتب في الشيت اكسل او اي حاجه 3.5 تنشن 12 هنا كده 3.5 تنشن 12 كومبريشن، ومعانا 2 بوينت كام؟ 85 تقريبا ولا ايه؟ ناخد الجوينت ونعمل ابلاي 2.81 خلاص، ونقول اوكي. طلعنا احنا الانترنال فورس. طيب نفس الكلام المفروض انت تاخد الايه الرياكشن والكلام ده كله لدي، وتاخد الرياكشن لدي، وتاخد الرياكشن لدي، وتصمم البيز بليت على دي. او اشوف الانترنال فورس هنا نورمال كومبريشن ونورمال تنشن وشير، نورمال كومبريشن ونورمال تنشن وشير، ونورمال كومبريشن ونورمال تنشن شير، واصمم بيز بليت لدي وبيز بليت لدي وبيز بليت لدي. بس انا برضو عشان الوقت اخدت الاكبر، انا بنجز في الدوره، المفروض انت تبقى فاهم او تفهم الكونسيبت بايه ماشي ازاي. طيب دلوقتي احنا في هنا 3 شيتات اكسل هنشوف نقارن بينهم هم كويسين الثلاثه. فلو فتحنا الايه البيز بليت كده سيب ده دلوقتي، هات دوت، تعالى نشتغل على دوت يا باشمهندس ونشوف ايه الدنيا. هنا ندخل له النورمال ايه، بيقول لك نورمال كومبريشن 12 بوينت كام 80 كومبريشن بالسالب، سالب 12 طن خلاص. طيب بيقول لك ايه سالب في اي فور كومبريشن، يعني تدخلها بالسالب. طيب هنشوف دلوقتي الدنيا فيها ايه. والشير كان طالع معانا ب 2 بوينت كام 2.81، الستيل 37، الاف يلد 42، الخرسانه كام 250 كيلو جرام. اول ما بختار مثلا قلت 350 دي بتتغير لوحدها، فهي دي كده 250 كيلو جرام، والاف بيرنج والاف باوند هو بيحسبهم لوحده.
هتخش هنا تختار القطاع كان HEB 360. لو HEB 300 HEB 300 يا باشمهندس، نضغط كده ونختار HEB 300. نبدا هنا القطاعات موجوده ولله الحمد. نختار برضو ال HEB ايه 300. ادي ال HEB 300 يا باشمهندس. انتر وتطلع لي الخصائص بتاعته. اقول له كتر الف خيرك يا عم. بيقول لك بقى ال HEB ايه بقى ايه، هتختار ال HEB والبي بي تعالى نشوف الاتش بي اللي هو الاتش بي من اول هنا لحد هنا. احنا هناخد هنا 20 ملم وهنا 20 ملم، يعني القطاع اصلا كله قلت له كام 300، فعم اخد 20 ملم و20 ملم يعني 40 ملم، يعني 340 ملم. بما ان الاثنين متساويين يبقى 30 و40 لان ده اتش اي بي 300، فهنا الايه دي قد دي على طول. هنا التي بي طبعا شوف فين التي بي دي نتاكد برضو. ادي اللهم صل على محمد. التي بي ده اللي هو سمك البليته دي اللي هو هناخدها برضو هنا 20 ملم، والاس فلانج هنا هنخليها 6 ملم مفيش مشاكل، والاس دبليو 6 ملم. واهم حاجه لازم الاس اف والاس دبليو تبقى اقل من التي ايه، اقل من التي دبليو والايه والتي فلانج. يعني الاس فلانج دي لازم تبقى اقل من التي فلانج، والاس دبليو لازم تبقى اقل من التي ايه دبليو. البولتس تمام. انا هاخد نمبر اوف بولتس، خلينا ناخد مسمارين مفيش مشاكل بس دلوقتي. والبولتس دايمتر خلينا 20، والبي المسافه. طيب المسافه يا باشمهندس احنا عرفنا ايه ابعاد القطاع. هنخش نفتح الاوتوكاد ونرسم رسمتنا على الاوتوكاد زي ما احنا بنعمل في الوصلات، ونرسم بالملي متر عشان تبقى الابعاد ايه سهله. لو دخلنا على النيو فولدر اللي احنا فيه كده اكيد هنلاقي ايه شيت اكسل كده الاوتوكاد بتاعنا. تمام. عقبال بس الدنيا ما نشوف ايه اللي فيها. ادي نسيب دلوقتي المسافه دي 100 والمسافه دي اللي هي المسافه دي والمسافه دي، يبقى ندخلهم. وبرده البولتس جريد 8.8. هو بيقول لك كنا كله اوكي اهوت. وده اللي تشيك البيرنج كونكريت اللي احنا اتكلمنا عنه. شوف طلع كام 10.83 اقل من بوينت كام 78. ماشي. واحنا قلنا المقارنه هنا تبقى بالنسبه لنا بوينت كام ب 60 او اقل او مثلا 70 او 50، انها ما توصلش ل 78. تمام. المومنت طالع بسالب 20 والنورمال ب 50 ملم. الام والان اللي احنا ايه اتكلمنا عنهم، قلنا الام والان، ومنها هنجيب المومنت بتاع البليت ونبدا نصمم التي بليت. قال لك 20 بليته اوكي ماشي 20 ملم. وجه هنا برضو قال لك حسب لك في الشير برضو طلعت، اعمل لك تشيك الشير طلعت اوكي. وقال لك هنا برضو تشيك الانكورز، طلعت الانكورز كام 500 ملم. قال لك ايه بقى، قال لك ال انكورز الطول الانكور اللي هينزل في الخرسانه 500 ملم 50 سم، ده منهم. وقال لك تستخدم الايه الواشر اللي احنا قلنا عليه ده 60 في 60 في كام في 5 ملم ابعاده. تمام. وقال لك اوكي والكلام ده كله ايه اوكي يا باشمهندس. تعالى برضو هنا هنبدا ده المشروع بتاعنا احنا كنا شغالين فيه. نبدا نشوف ابعادنا. والله لو قلنا الاف 8 كده اهوت يا باشمهندس، وقلنا دي كانت كام الاي بي بتاعنا كان 300 سوري عشان احنا هنشتغل بالملي. فتعالى هنا اهوت يا باشمهندس 300 ملم. وهنا برضو ماشي هناخد اوفست كان تقريبا 19 ملم على ما اتذكر، يعني اوفست 19 ملم. هنبدأ برضو ممكن نشوف الأبعاد، ما كده ظهرت لنا في الشيت الإكسل. نتأكد برضو من الأبعاد اللي موجودة. اهيت قال لك التي فلانجة ب 24 والدي دبليو 352 والاتش ب 400. احنا مختارين اتش اي بي 400، احنا غلطنا غلطة كبيرة جدا. المفروض اتش اي بي 300 يا باشمهندس. طلعت 19. هتلاقي برضو ان شاء الله هتلاقيها ايه سيف اوكي. بس ايه الموضوع احنا كده كنا هنصممها برضو في اكثر من شيت اكسل عشان نتاكد. تو انكورز مفيش مشاكل. وايه وجريد 20. وطلعت كام يا باشمهندس 19 وايه و11. يبقى ده كده 19. لو خدنا لاين مثلا من هنا لحد هنا 19 وكام و11، وخدنا لاين يا باشمهندس من الايه من المنتصف الطول كله 300 وايه تبقى ناخدها من هنا، والطول كله 300. تمام. وناخد برضو ناخد دي كده كوبي مفيش مشاكل خالص يا باشمهندس. ننزل من هنا لحد هنا وناخد اوفست كام 19 ملم برضو زي اختها، او كنا عملنا ميرور من الاول وخلاص. وبعد كده بلاين كده صغير اهوت يا باشمهندس.
طيب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، دي 11 يبقى اوفست كام؟ 5.5 بقى، عشان دي تبقى السنتر بايه بتاعتها 5.5. يبقى دي معاك كده ودي معاك كده، وناخد دي نعمل لها تريم ونعمل ايه نمسحها ونعمل لدي ايه تريم يا باشمهندس. الناس الاوتوكاد سهل وبسيط جدا، لو في حد مش شغال في اوتوكاد ولا حاجه، احنا ما استخدمناش اوتوكاد كتير يعني، شغلنا كان في الاوتوكاد بسيط جدا وسهل. طب ده كان الاي بيم بتاعنا اهوت يا باشمهندس. تمام تمام، ده كان الاي بيم بتاعنا. لو احنا وصلنا ده بده خلاص، ناخد اوفست كام بقى؟ احنا قلنا ناخد 20 مللي من كل الاتجاهات، يبقى ده 20 مللي تمام، ودوت 20 مللي ودوت 20 مللي تمام. وهنا برضو هناخد من هنا برضو اوفست كام؟ 20 مللي يا باشمهندس، بحيث يبقى كلها كام؟ 340 في 340. ونشيل الكلام ده كله ونعمل ايه ديليت، ونعمل ايه فيلت اف انتر، دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي ودي مع ايه مع دي. ولو عرفنا الابعاد بقى نشوف الابعاد بكام في كام اهو. احنا قلنا لو الابعاد طلعت بالشكل ده هنبدا نروح من فورمات دايمنشن ايه ستايل يا باشمهندس، ونبدا نختار الايه بقى اهوت يا باشمهندس، ونقول set current ونقول close ونبدا نشوف ابعادنا. خلاص الحاجات دي احنا ايه تهرينا وكلام. 340 في كام بقى يا باشمهندس؟ في ايه ده البيس بليد بتاعنا. طيب المسامير بقى خلاص، هتاخد انت من هنا لهنا السنتر لاين بتاعك، ومن هنا لهنا فين لحد هنا خلاص، وتروح جاي طالع دوت شده من هنا لحد هنا، وهنا برضو نفس الكلام، بس هنا بقى تضطر تختار السنتر عشان تظبط ايه مسافتك بس مش اكتر اهو. يبقى هو دول مكان الانكورز ايه بولت يا باشمهندس. ونمسح ده برضو ونختارها من هنا لفين لهنا كده يا باشمهندس. يبقى ده الانكورز بولت، نختار ده كده ونعمل ايه حاجه بسيطه كده للايه للمسمار. نبدا بقى نشوف الايه طبعا هو بيقول لك الايه الجي فين؟ الجي مسافه الجي فين؟ اللي هي دي تمام. تبدا انت بقى خلاص، ما احنا بقى ايه رسمنا، فالابعاد هتبقى سهله بالنسبه لك خلاص. 176 يا باشمهندس، 176. طيب البي بما اننا ما عندناش بي اساسا، هو ايه واحد بس خلاص، ما عندناش ايه مسافه مقدارها بي، هو ما فيش بي خالص. والجريد 8.8 من ايه من 10، ونقول انكروز تمام. تعالى ننزل ان شاء الله هتلاقي كله ايه مسيف واوكي وايه. والفلاشر ده 60 في 60 في ايه في 5. يعني ايه فلاشر؟ الفلاشر ده بيقول لك 60 ابعاده 60 في 60 في كام في 5. فانا لو قلت اوفست كام 30 بقى هنا اهو يا باشمهندس، وهنا 60 في 60. فاضطر برضه اخش هنا واخش هنا واعمل ترم كده يا باشمهندس، واروح جاي ايه عامل ده كده وعامل ده كده وعامل ده كده. لو لاحظت 60 في 60 في 6 خد مره ونص القطر يا باشمهندس، ماشي، خد مره ونص خد سوري مرتين القطر، سوري 3 مرات القطر. ما هو 60 في 60 في 6 ده 60 في 60 في 5 3 في 20 بكام؟ ب3 مرات القطر. هي بسيطه جدا. ده احنا كده صممنا على شيت الاكسل ده. ممكن برضو نسيف وايه ونرجع تاني. سيفناه مثلا خلاص. ممكن بقى نعمله برضو على التنشن، لان احنا برضو لازما ايه 3.5 تنشن. خلي بالك بقى، شوف هنا ايه نفس كل حاجه، مش عايز حاجه تتغير، ابعاد القطاع وكل حاجه تمام. هنا بس اللي ظهر عندي جديد ايه الايه ابعاد الفلاشر. قال لك الايه ال واشر دي، ال واشر قال لك ال واشر هتبقى بكام؟ ب 150. نطلع فوق بيقول لك انكريز الايه انكريز البي. فين البي؟ اللي هي دي البي هنا بصفر تمام. هي مش مشكله يعني، هي انت هو فهم لك، هو هنا قال لك استخدم ايه. هو بص هو حوار، بس قال لك الايه البي بتاعت البلاشر والال بتاعت البلاشر. هو حوار الجزء ده والجزء دوت ودوت. هو خايف ان الجزء دوت كده يتداخل في الايه في الجزء دوت كده تمام. فهو عشان كده بيقول لك زود. بس احنا اصلا ما عندناش غير كام؟ ما عندناش غير مسمار بواحد بس. البي هنا بصفر. فهو هنا قال لو استخدمنا هنا مثلا، لو قلنا له هنا 4 انكورز فالموضوع هيختلف خالص. 4 انكورز هنا مثلا هنخليها 150 اهي. الموضوع بقى ايه بقى مظبوط. هنا قال لك ايه ال واشر 150 بقى دي بقى ايه 15 مللي في 15 مللي.
بس هنا قال لك ايه يوز مينيمم واشر 60 في 60 في 5. ده ايه اقل حاجه اللي هو ال والبي. لو انت عايز ما تستخدمش المينيمم وعايز تستخدم ال والبي استخدمهم. معاك 150 في 150 يعني 15 سم في 15 سم. تبدا بقى هنا تحسب ال 150 تاخد دي كوبي وتقول 150 على الاثنين فالكام 75. تقول ان 75 وهنا كام 75 وتبدا توصلهم ايه مع بعض. طيب الشيت ده احنا صممنا بيه. نخش على الشيت الثاني وهو ان شاء الله يعني الموضح اكتر. طيب بيقول لك طبعا حاله التحميل مش هتفرق معانا ديد ولا لايف ولا الكلام ده كله لانها كده كده ايه الدنيا احنا هندخل اللود على طول. طيب نورمال 12 هنا بحسب لك اهو النورمال وادي معاهم كمان التنشن 3.5 والشير 2 بوينت كام 81 يا باشمهندس وهو ده بقى اللي هنصمم عليه. طيب البي فلانجر 300 والاتش 19 والايه وده كله ابعاد قطاع انا كنت مدخلهم. تمام طلع لك ال والبي بكام ب 34 سم و34 سم 340 وتستخدم السايز ده والسايز ده والسايز ده كل واحد 6 ملم. بيقول لك الاف اس يو 250 كيلو جرام. طلعت الايه الاستريس تحت البيز بليت 10.83 فهو سيف. وهنا انزل تحت شويه يا باشمهندس بيقول لك بقى التشيك اوف ايه اوف بيز بليت. قال لك التي هنا تستخدم كام 16. طب انا لو زودت كده بدل ما نورمال خليه مثلا ايه 40 كده ولا حاجه ونشوف ايه اللي هيحصل. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. التي برضو 16 ملم. طيب تعالى نزود التنشن ونشوف ايه اللي هيحصل في التنشن. هنخليه مثلا 50 اي حاجه كده هنشوف هل التي ما بتتغيرش ولا ايه ولا هي ثابته كده. قال لك التي بليت 4 ايه 14. طيب هنخليه مثلا 100 على التي برضو هنا 14.7 بس الويلد هنا انسيف. طيب هي بتسيف ليه؟ لان اصلا ده كومبريشن والكومبريشن ما بيأثرش على البيز بليت قوي يعني تأثيره بسيط جدا. فهنا لو بدل ما 40 احنا كنا قايلين كام 12. طب تعالى نشوف الشير برضو ما بس هنا بقى بايه التي بليت بكام ب 8 ملم بس هو خد المينيمم بكام ب 16. هي ايه شغاله وكله تمام مفيش مشاكل خلاص. طيب بنرجع تاني ل 2 بوينت كام 2.81 ماشي. فهي كانت كام 16 ملم مسيفه وسياده وكله مسيف. هنا طبعا احنا هناخدها 20 مش هناخدها ايه 16. طيب هو بيقول لك بقى هنا ايه هتستخدم لي 2 انكورز يعني ايه مسمارين فاي 20 وهتنزل تحت. وقال لي ال بي اللي هو قال لك بقى ايه ال لينس اوف فولتس 4.8 من 10 .28. قال لك if the length of volts is too big to use a bearing washer blade. قال لك لو المسامير طولها كبير جدا فانت هتستخدم لايه بقى يا باشمهندس. قال لك لو المسامير اللي هي الانكورز دي طولها كبير جدا فانت ان شاء الله هتبدا تستخدم الوشر اللي احنا اتكلمنا عليه في الشيت ده اللي هو ده بيبقى شكله يعني خلاص. وده المينيمم بتاعه. بيقول لك بقى هتستخدم ال بكام اللي هو الطول الوشر 100 سم او ممكن نخليها مثلا 80 سم مفيش مشاكل اللي هي 40 القطر. والسي هناخدها بكام السي اللي هي بتاعت الوشر دي هتاخدها طبعا يا باشمهندس بالايه اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هناخدها هو بيقول لك هنا من 2.5 ل 3 القطر احنا هناخدها 3 القطر فاحنا واخدين قطر 20 يبقى قطر 20 بكام 60 قطر 20 يبقى كام 3 في 20 ب 60 ملم 6 سم وهنا 2.5 3 وايه 3 القطر. طيب الجريد اللي احنا هنستخدمها هي فين الجريد المفروض تبقى موجوده او دي تي دبليو بتاعت الايه الوشر. تمام الوشر بليد تي وشر بليد. وهنا ال بي اللي هو ال بتاعت الايه بتاعت اللينس بتاعت المسمار. طيب المفروض في الانكورز مسامير بس احنا ايه هنستخدم جريد كام 8 ستيل 37 الاف يلد ستيل 37 والاف التيميت 3 بوينت كام 60. تمام اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هي تقريبا مش موجوده ما علينا. ننزل دلوقتي ده شيت تاني اهو ممكن برضو نصمم على الشيت التالت دوت. وحبيت برضو تتاكد انك ماشي صح. قال لك النيجاتيف 12 الكومبريشن 3.5 لازما تنشن وكومبريشن. الشيت اللي فيه كومبريشن يبقى غلط بس واللي فيه الشيت يبقى فيه تنشن غلط بس. وهنا الشير كام 9 لا هنا بقى مش 9.5 2 وايه 2 بوينت كام 81.
وتبدأ تشوف بقى هنا تدخل برضو الداتا بتاعتك، وتبدأ تدخل الداتا والداتا والداتا. وهنا برضو البولتس هنستخدم مثلا مسمارين وقطر 20. تمام تمام. قطر 20. طيب الافيل تمام تمام. وهنا الابعاد مش مظبوطه. هنا بقى الايه ناخد هنا 340 ملم، وهنا برضو 340 ملم، والتيبليت 20 ملم، والسايز هناخده 6 ملم. طلعلك الاف سي هنا 10.381. لو بصينا هنا هنلاقيها برضو نفس القيمه 10.381 اهي يا باشمهندس. بس نشوف انا راحت فين المومنت. اكيد هنلاقيها هنا. هو دوت بتاع الايه الاول البيرنج ستريس، هنلاقيها ان شاء الله. فين البيرنج ستريس؟ ادي البيرنج ستريس. لا مش دوت ولا دوت، او البيرنج ستريس. طبعا عشان هي كومبريشن بس هنخليها هنا تنشن، قصدي نخليها هنا 12 ونشوف بتاعه البيرنج ستريس فين اهي. هي مسيفه بس مش عارف من الشيت ده مش حاسبها ليه. طيب تعالوا نخش على الشيت التاني اهوت، هنلاقيها ان شاء الله هنا هي يا باشمهندس 10 بوينت كام 83. هنلاقيها هي الموجوده هنا بدل 10 بوينت ايه سوري 38. طبعا الام المفروض احنا نحسبها والان نحسبها من القوانين اللي احنا اتكلمنا عليها في الايه في البدايه في البي دي اف، بس انا تقريبا قفلت البي دي اف ولا ايه، فمش مشكله بقى. فالام والان احنا ممكن ناخدهم من شيت الاكسل دوت وخلاص. ادي الام طالعه بكام والان طالعه بكام. الام 2.75 وبعد كده 5 2.75 2.75 تمام. هيبقى 27.5 ملم. وهنا النورمال كان 5 يبقى 50. طلعت بكام؟ طلعت برضو اوكي والدنيا برضو ايه تمام. وهنا قال لك ال ريكوايرد 350 ملم 35 ايه سنتي. تعال نشوف هنا كان الشيت ده كان ال مينيمم فيه بكام. هو هنا حسبها 80 بس المينيمم بتاعها كان كام 4.28 يعني حوالي 500 ملم. ده المينيمم. احنا خدناها 800 ملم او ممكن ناخدها 100 ملم مفيش مشاكل. هنا 4.28 حوالي 28 ملم مش 400. فاحنا ناخدها 40 من 40 ل 100 القطر هناخدها 60 ملم. يبقى احنا كده ايه صممناها باكتر من شيت الاكسل باكتر من شيت اكسل. تمام. نسيبها مفيش مشاكل، برضو نسيبهم مفيش مشاكل، ونسيبهم مفيش مشاكل، وناخد الشيتات دي كلها ونبدا نحطهم في الايه في السيشن اللي احنا شغالين فيهم عشان يبقى الداتا كلها موجوده، ونعمل ايه باست. وهنا نعمل ريبليس مفيش مشاكل. يبقى هنا في ايه او ممكن نعمل بيز بليت هنا فولدر ونسميه ايه بيز بليت وخلاص. ونجمع فيه دوت ودوت. تمام. ونجمع فيه ايه تاني اللي هو بقى راحت فين دوت، نعمل لهم كات وندخلهم فين سوري نعمل سكيب هنا دوت ودوت 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 بالمره، ونعمل لهم كات ونحطهم هنا ايه بسط. تمام كده عشان يبقوا متجمعين. ودوت تقريبا حاجات المانوال اللي احنا اشتغلنا فيهم. طيب ودي برضو الايه الريجيد كونكشن والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه. تمام تمام. يبقى احنا كده خلصنا ديزاين وايه الانكورز. عرفنا التيبليت عندنا ب 20 مللي، عرفنا ان احنا عندنا تو انكورز ستيل 37، وعرفنا مسافتهم فين بالظبط موجوده فين، وعرفنا اللي هو الواشر دوت ولا اسمه ايه. وبعد كده خلصنا الايه خلصنا كل الحكايه وشرحناها ايه مانوال. ممكن على فكره ما تعملش اللي هو الواشر اللي احنا عامل ده، ممكن ما تعملوش. وعرفنا ان ده طوله قد ايه وعرضه قد ايه. تمام. وعرفنا السكنس بتاعه 8 ملم، ممكن ناخده احنا 10 ملم او ممكن ناخده 8 ملم مفيش مشاكل. وعرفنا السايز اللي احنا هنستخدمه 6 ملم. وعرفنا كل حاجه عن الوصله اللي احنا نستخدمها. نبدا نسيف الموضوع دوت، سيفناه نبدا نقفل بقى. يبقى احنا كده خلصنا الايه البيز بليت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.